السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني. مساء الخير أو صباح الخير في الوقت اللي هتشوفوني فيه. عندي حكاية غريبة النهاردة، أرجو إن انتوا ما تتضايقوش مني. حكاية الست أم حمو. دول بطتين والله سلفينهم، والله العظيم سلفينهم. وده ورق عنب باستعجال وبسرعة. حبينا نعمل العزومة للست أم حمو عشان سلفتها جاية. هتقولوا لي ازاي يا أم وعد؟ أقول بقى ايه؟ كده النسا الست ام حمو سلفتها عزمتها ديت البطتين اللي احنا استلفناهم من الست ام شوقي، وهحكي لكم كل حاجه. دبلتهم بقالهم ساعتين في التتبيله عبل ما حشينا ورق العنب. طبعا انتوا عارفين التتبيله بتاعت ورق العنب والمحشي كله. هبتدي ان انا احشي البطايه. بسم الله ما شاء الله، صلوا على النبي، صلوا على النبي يا حبايبي. سلفتها فوق بسلفتها بتتصل بيها وبتقول لها ده احنا جايين نتغدوا عندك. ام حمو ما عندهاش الا مين؟ الا ام وعد والست ام ايه. لقيتها جايه تجري علينا، الحقوني سلفتي العقربه جايالي. يا بنتي في ايه يا بنتي؟ حرام عليكي ما تقوليش كده. لا سلفتي عزمتني على بط وحمام. طب يا بنتي سلفتك مقتدره وده بيجي لها من البلد ومعاها. قالت لي وانا اكون اقل منها؟ ما ينفعش، عشان خاطر يا خالة ام وعد لازم تعملي لي عزومه. طب يا بنتي ده دكر البط دلوقتي يا حبيبتي يهديكي يرضيكي اقل دكر بط عامل له 500 جنيه. اتصرفوا وتعيط. يخرب بيت شورتك يا ام حمو، انت على طول مستعجله كده. طب نتصرف ازاي يا حبايبي؟ قلت لها بقول لك ايه، تعالي نروح للست ام شوقي، دي حبيبتنا وبتاعتنا. طب هتعمل لنا ايه ام شوقي؟ قلت لها بس ما تقوليش، هقول لك السر. قالت لي ايه هو السر؟ قلت لها جايبه بطتين صغيرين ومخليهم عند ام ايه بقالهم 3 شهور على السطح. يا حول الله ام شوقي عايزه دكارين البطتين يبقوا ديناصورات. ليه؟ عشان تعزم مرات ابنها عليهم اول رمضان. يا حبيبتي يا ام شوقي البط كبر زياده عن اللزوم، تعالي خديه. لا عشان املى عين مرات ابني، مرات ابني ما بيملاش عينيها الا التراب، ولازم اعمل عزومه حلوه. جبنا الست ام شوقي. اطلع يا ام ايه هات ام شوقي ونعمل لها كوبايه شاي بلبن يا اختي ونقعد نتكلم معاها. ام ايه مش راضيه. طب ليه؟ خايفه من الست ام شوقي. نزلناها بالحنجل والمنجل. يا حبيبتي طولتوا عليكم وهتقولوا رغايه، بس شاركوني الحوار ده المتعب. نزلناها وعملنا لها كوبايتين شاي بلبن وقعدنا. وخدي يا كلام وتعالي يا حكايه. طب في ايه يا حبيبتي؟ احنا عايزين نستلف البطتين. تستلفوا البطتين ازاي؟ مش موافقه. المهم ربنا هداها علينا ووافقت ان احنا ناخد منها البطتين اللي احنا مربينهم عند الست ام ايه، وخدناهم وذبحناهم. استعجال عشان الست ام حمو عايزه تثبت لسلفتها ان هي معاها. بالله عليكم ده ينفع؟ اكتبوا لي وقولوا لي ده ينفع؟ طب الست التانية مقدرتها. طب مش نعيش على قدنا ونعيش باللي اسمه ربنا ونرضى؟ ما هو بيقول لك ايه يا حبيبه قلبي؟ كيد النسا غلب كيد معرفش ايه بقى وحاجه تانية. مش عايزه تعيش على قدها، عايزه تعيش عيش سلفتها وتنكد على الراجل. يا حول الله. ملت لها البطه على قد ما نقدر ورق عنب، وهنعملين محشي تاني معاها، وهنملى البطه التانيه، وهنمسك الكبده والقنصه نسد بيها عين البطه. يا رب عين السلايف تتسد عن بعضيهم. ما كدبش المثل يا حبيبتي اللي قال مركب السلايف غارت ومركب الضراير سارت. ما هم اتنين هيتفقوا على راجل، لكن دول هيتفقوا على ايه يا حبايبي؟ هخلص البطه التانية وارجع لكم. حبايبي خلصت البطيتين، مليتهم ورق العنب وعملتهم ببسط رمان، وحطيت شويه توابل من اللي طبعا معروفه، الفلفل الاسود، بهارات الفراخ. البط قعد ساعتين بالظبط في قلب التتبيله قبل ما خلصنا ورق العنب والتسبيكه ديت. انا هقفل عليها كده. هاتي السكينه يا حبيبتي وههوي قد الكيس ايه عشان ما يفرقعش بالنار. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. بسم الله ما شاء الله. بعض الاحيان بنيجي نشتري الاكياس الحراري ما نلاقيش الرباط ده معاهم. مفيش مشكله، مش هنوقف نفسنا. بنعمل ايه؟ بنربط الكيس منه فيه. ولعنا الفرن يسخن
هاتي يا آية كوباية مية. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله، بألف هنا وشفا للي هياكل. تعالي يا حبيبتي دخلي الفرن. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. هنعمل ايه بقى؟ لازم نراضي الست ام حمو عشان ما تزعلش. بسم الله ما شاء الله. اقفلي يا روحي. على حسب البط بقى، اذا كان البط ده بربر مش عجوز بياخد حوالي ساعة ونص في البوتاجاز، في الفرن ده الفرن البلدي غير فرن البوتاجاز. هاتي يا آية. احنا مثبتين التسبيكة اللي خدنا منها لورق العنب، وعاملين لها برضو عشان ما نزعلهاش بتنجان وكوسة وفلفل. هاتي يا روح قلبي، كل حاجة مجهزينها عشان ما ياخدوش معانا وقت. بقول لها يا حبيبتي عيشي عيشتك، ما تبصيش لسلفتك يا حبيبتي، سلفتك اهلها بيجيبوها بيجيبوا لها حاجات من الفلاحين، وانت جوزك موظف على قد حاله يا حبيبه قلبي. ابدا ابدا ام حمو ابدا. ادي الخضره مقطعينها، شايفين التسبيكه حبايبي؟ شايفين التسبيكه؟ صلوا على النبي. بس الصراحه هي كانت قرفتها كويسه. هاتي يا آية الرز. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. صلوا على النبي يا حبايبي، صلوا على النبي. قولوا لي بقى لما كناش لقينا الست ام شوقي ساعدتنا وادتنا البط كنا عملنا ايه؟ اظن كان الموضوع بقى كبير قوي. المهم خدنا البط من الست ام شوقي وذبحناه ونضفناه عشان نراضي الست الغاليه ام حمو قدام سلفتها، وعملنا لها حبه محشي. وقلت لها يلا انت بقى اعملي حبه لسان عصفور واعملي حبه ملوخيه في البيت عندي، مزقططه وفرحانه علشان تثبت لسلفتها ان هي معاها. هترد البط ازاي؟ فاضل على رمضان، كل سنه وانتم طيبين 4 شهور. قلت لها روحي يا حبيبتي بقى المزرعه، هاتي شويه بط يتربوا ليكي وللست ام شوقي عشان اللي خدتيه لازم ترديه. وبعدين يا حبيبه قلبي مادام حطيتي في دماغك الغيظ ونازله تنزلي البير يا حبيبتي، خلي حبل البير طويل اطول من بدنك يا حبيبه قلبي. هتغيظي تغيظ الناس، غيظت انا نفسي يا حبايبي. اعيش على قدي واعيش على اللي موجود. هغيظ سلفتي مع افرض سلفتي معاها ربنا يفتحها عليها. اعيش انا على قدي والجوده بالموجوده، مش هستلف واعمل نفسي كده وابقى قاعده متضايقه. صح يا حبايبي ولا ايه؟ صلوا على النبي، صلوا على النبي. هخلص المحشي كله واسوي البط في الفرن وارجع لكم وكل حاجه خلصانه يا حبايب قلبي. ورجعت لكم يا حبايب قلبي بعد ما خلصت حلتين المحشي والبط في البط في الفرن. بسم الله ما شاء الله، صلوا على النبي. ادي حلتين المحشي اللي احنا عملناهم للست ام حمو بألف هنا وشفا على قلوبهم، وتعدي العزومه على خير وما يبقاش في حاجه تاني. المره الجايه هتطلب خروف الست ام شوقي هتعزل وتسيبنا. الشوربه على النار، انا حطيت حته سمنه بلدي وحبه زيت وشوربه دجاج وورق روري وبصلايه عشان الصراحه ما كانش فيه شوربه. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. بسم الله ما شاء الله، بألف هنا وشفا، بألف هنا وشفا للي هياكل، بألف هنا وشفا، بألف هنا وشفا. على قد لحافك مد رجليكي يا ست ام حمو، مش كل مره هنستلف بط، محدش بيستلف بط دلوقتي. زي ما قلنا يا حبايب كل واحد يعيش على قده وعلى قد امكانياته. ما اقدرش ان انا حد جاي لي عزومه ان انا استلف او اكلف نفسي. الوقت اللي احنا فيه ده المعيشه غاليه وكل حاجه غاليه يا حبايب قلبي، فنعيش على قدنا عشان ان احنا ما ندينش نفسنا. الدين وحش قوي يا حبايبي. هخلص المحشي واخلص البطتين وارجع لكم تاني. ورجعت لكم يا حبايب قلبي تاني بعد المحشي ما خلص بتاع ام حمو، وحطيته لها في الصينيه. وادي دكارين البط اللي احنا استلفناهم من ام شوقي بألف هنا وشفا. واللهم صل على النبي. يا رب كده تكون عزومه سعيده وما تعزمليش حد تاني عشان ما فيش حد تاني هقدر ان انا استلف منه. وادي كل حاجه خلصت قدامكم بألف هنا وشفا للي هياكل. وادي ورق العنب في قلب سامحيني يا ام محمد. الله الله، شايفين يا حبايبي؟ وده بتنجان الملوخيه
مسقي ميه معدنيه. شايفين يا حبايبي؟ بألف هنا وشفا للي هياكل، بألف هنا وشفا للي هياكل. ما تنسونيش من داخل مصر وخارج مصر، ما تنسونيش في اللايك والشير والمتابعة للقناة.